صباحك روقان ومنعش. بُص بقى حلقة النهارده بجد ما تتفوّتش، لإن الحلقة دي فيها سِر مهم جدًا، مخلّي إيه 90% لأ أكتر من 98 أو 99% من الناس، لإن هُم مش بيطبّقوه، مش مستمتعين أو مش سُعدا في حياتهم. قبل ما أبدأ لك الحلقة وأقول لك السر ده، ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وشير، لإن بجد قناتي هتغيّر حياتك. عارف أنت هتعرّفك إزاي إن أنت تكون سعيد، مستمتع، رايق، عندك راحة بال كده، إن أنت بتحقق كل حاجة كده بسهولة وبيسر، وأنت نَفْسك هتشوف قد إيه اشتراك في القناة ده هيغيّر حياتك، لإن أنت لمّا تحب نَفْسك وتعرف إن أنت بجد جميل وتستحق كل حاجة جميلة، هتشترك في قناتي، فما تمنعش عنّك الرزق ده. نبتدي بقى حلقتنا النهارده باستمتاع وروقان كده. بُص بقى، السر اللي أنا هاقوله لك دوّة شخصيًا أنا غيّر حياتي، يعني أنا بجد لمّا أنا ابتديت إن أنا أطبّق السر دوّة، أنا شخصيًا اللي باكلّمك أهوّة حياتي اتغيّرت. السر ده لإن معظم الناس ما بتعملهوش، بيبقى عندهم ضغوطات نفسية، بيبقى عندهم مشاكل، بيبقى عندهم تفكير زايد، بيبقى عندهم مشاعر محبطة كتير. بس أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت بجد مصدّق إن أنت جيت هنا عشان تتعذّب؟ أو إن أنت تبقى سعادتك كده مجرد لحظات وتبقى التعاسة في حياتك هي الحقيقية؟ لو أنت بجد فاكر كده اعرف إن ده وهم كبير معظم الناس للأسف عايشين فيه. أنت جيت هنا عشان تكون سعيد، مبسوط، رايق، تستمتع بالحاجات الجميلة اللي في الحياة وتعمل خير كتير. طيب نبتدي بقى إيه، أقول لك إيه هو السر ده. من فترة كبيرة كده كنت أنا باحب القراءة جدًا وتطوير النفس وكده. كنت عرفت في حاجة كده، يعني مش هاقدر أقول اسم الكتاب أو الكاتب أو كده عشان أنتم عارفين هنا في قيود على إن أنت لازم في حقوق يعني فاهمين؟ بس أنا قريت كتاب رهيب جدًا، 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 جدًا. كان بيتكلم عن العيش في الآن أو الاستمتاع باللحظة. إيه؟ العيش في الآن أو الاستمتاع باللحظة؟ أيوه، هو ده سر السعادة. يعني إيه؟ أنا مش فاهم أنت لخبطتني. إيه يا عم الكلام المجعلص الكبير ده؟ أقول لك بس روّق كده، ده لا مجعلص ولا حاجة، ده كلام مهم جدًا، 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 3 جدًا ها؟ بُص يا سيدي، أغلب البشر في العصر الحالي اللي إحنا عايشين فيه دوّة عندهم حاجتين، لا إما بيفكّروا في اللي فات بمشاعر مؤلمة وأنا مين ظلمني وأنا مين جرحني وكده، أو بيفكّروا في المستقبل بمشاعر خوف، وده بيمنعهم إن هُم يعيشوا باستمتاع وروقان في الوقت الحالي. إذًا لو أنت درّبت عقلك على إن أنت تبقى مستمتع ورايق في اللحظة اللي أنت عايشها دلوقتي وحاضر، وما فكّرتش في الماضي ولا المستقبل، سِبتها كده على ربنا، أنت هتعيش فعلًا النعيم أو هتكون في حالة حضور. هاضرب لك أمثلة عشان أنت تفهم أكتر. دلوقتي مثلًا أنا كعبد العزيز، أنا عمّال أتكلّم معاك أوكي، أنا دلوقتي كعبد العزيز اللي أنا باتكلّم معاك، أنا مش بافكّر غير في اللحظة دي، اللي أنا عايشها دلوقتي بالضبط، اللحظة اللي أنا باطلّع لك فيها الكلام ده دلوقتي. أي حاجة فاتت من عمري أنا مش فاكرها خالص، أي حاجة حصلت من دقيقتين أنا مش فاكرها خالص. طيب المستقبل، المستقبل أي حاجة مثلًا إيه هتحصل مثلًا بعد 5 دقايق أنا ما بافكّرش فيها، أنا متواجد الآن، أنا عايش في اللحظة دلوقتي بس، ما بافكّرش في أي حاجة تانية، أنا دلوقتي عايش اللحظة كما هي. أنتم عارفين يا جماعة اللي بيعيش بالحتّة دي، عارفين لمّا يبقى في حد عليه جبال كده من التفكير السلبي والحزن والمشاكل والخوف من المستقبل وكده، الإنسان اللي بيعيش بالطريقة اللي أنا قُلت لكم عليها دي أو بيعيش اللحظة، دوّة أصلًا
ما بيبقى عنده راحة بال، بيبقى عنده عقل صافي، بيبقى عنده تركيز عالي، لإنه ما بيكونش هو شاغل دماغه، لإن أغلب الناس منوّمين مغناطيسيًا، بيفكّروا في الماضي، بيفكّروا في المستقبل، وده مش بيخلّيهم يستمتعوا فعلًا بالحاضر. العيش في اللحظة ده هو أساسنا. أمّا تيجي تشوف أنت الأطفال الصغيّرين هتلاقيهم قبل البرمجة بقى ما بنتبرمج على الحزن والحاجات السلبية دي، هتلاقيهم بيستمتعوا بحياتهم. لمّا هُم بيجيبوا أي لعبة بيستمتعوا بيها. الطفل مش عندوش لعب، بيمسك إيديه كده رجليه كده ويقعد يعضعض فيها، مستمتع عايش اللحظة. فالعيش في اللحظة ده معناه السعادة والروقان والنعيم فعلًا في الحياة. لو أنت مثلًا رجل أعمال، نفترض إن أنت رايح شغلك، خلاص أنا عايش في اللحظة، أنا باشتغل دلوقتي وما بافكّرش في أي حاجة غير الشغل. طَب أنا خلّصت مثلًا شغلي، رايح أقعد مع زوجتي أو مع أولادي، أنا عايش اللحظة، مش بافكّر غير في اللحظة اللي أنا قاعد معاهم. مش تقعد تشيل هَم، الناس بتشيل هَم كتير أوي. مثلًا دلوقتي مثلًا واحد رايح الgym مثلًا يلعب رياضة، أنا عايش اللحظة، أنا مستمتع بلعبة الرياضة اللي أنا باعملها دلوقتي، ما بافكّرش في أي حاجة تانية، وباكلّم الناس أصحابي اللي في الرياضة وكده، وبنستمتع بالكلام مع بعض وبنعيش حياتنا إيه، فاهمني؟ أنا خارج أتفسّح دلوقتي، أنا مستمتع باللحظة الفُسحة بتاعة دلوقتي، ما بافكّرش بقى اللي حصل إيه ومشاكل الشغل إيه ومراتي زعّلتني في إيه وهكذا. أنا قررت إن أنا أروح أشوف البحر. أنا عايش اللحظة دلوقتي إن أنا عايش اللحظة اللي أنا في البحر، أو إن أنا باتمشى في البحر، مش بافكّر في الماضي ولا المستقبل ولا أي حاجة خالص. طيب هل ده يمنع إن أنا أخطط للمستقبل؟ لأ، طب ما أنا وأنا عايش اللحظة أهوّة باعمل فيديوهات، بانزّلها، باستمتع، باعمل حياة جميلة. مش ضد الطموح على فكرة العيش في اللحظة. الإنسان بجد اللي بيعيش اللحظة عايز أقول لك إن هو بيبقى شباب. أنت لو عرفت أنا عمري كام هتتخض، ما علينا. بس أنا الناس اللي في عمري الحمد لله يعني، تشوفهم تحس إن هُم بان عليهم السِن أوي. الإنسان اللي بيعيش في اللحظة هو ما عندوش overthinking، ما عندوش تفكير كتير. طب أنا أعيش اللحظة إزاي؟ قُل لي برضه. درّب عقلك، درّب نَفْسك، كل حاجة يا جماعة هي عبارة عن تدريب ومهارة وتطوير. يعني أنت متعوّد إن أنت تسرح في الناس اللي زعّلوك، أنت تبتدي تدرّب عقلك. طب أنا ليه أسرح في الناس اللي زعّلوني؟ طب أنا أعيش اللحظة دلوقتي واستمتع، وأقوم أشغّل أغنية جميلة، أو أقوم أسمع موسيقى هادية، وأقوم أستمتع بأكلة جميلة كده ما أفكّرش غير في الأكلة دي. طيب أنا دلوقتي مثلًا أب ما تعرفش ولادي يعملوا فيّا إيه، ولادي كانوا قاسيين أوي عليّا. أنا أعيش اللحظة، هُم قاسيين براحتهم، أنا أعيش اللحظة. إن أنا أقوم مثلًا أتمشى في الشمس، آخد شوية فيتامين د، أهتم بصحتي، أعيش اللحظة، ما أفكّرش هُم عملوا فيّا إيه. لإنه already أنت لمّا أنت بتفكّر في اللي فات أو المستقبل، أنت كده ب ب ب ب بتمنع عنّك السعادة، وبتستمنع عنّك استقبال المشاعر الجميلة والعيش في الآن. ويمكن من أكتر الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى المفروض ضارب لنا أمثلة فيها عن العيش في اللحظة، في العلاقة الحميمة. الناس المتجوزين، عمرك سألت نفسك أنت ليه في لحظة العلاقة الحميمة، لحظة ما أنت خلاص بتوصل لقمة النشوة، أنت بتبقى فاصل عن العالم خالص؟ في الزواج بس، أوعى تعمل ده في حاجة غلط، أوعى أنا شايفك ها. فأنت في لحظة معينة لما توصل لقمة النشوة، أنت بتنفصل خالص، ما تفكرش لا في المستقبل ولا في الماضي ولا في حاجة، أنت بتبقى عايش في اللحظة، بتبقى عايش في قمة الاستمتاع وفي قمة الروقان. ليه بقى السر في ده؟ إن أنت بتبقى عايش في اللحظة. تخيل بقى إن أنت في حياتك ده تدرب عقلك إن أنت تعيش اللحظة في كل حاجة وتستمتع بكل حاجة. جرب كده إن أنت النهاردة أما وأنت قاعد كده تاكل كده، بس مش زي كل يوم وأنت عمّال تفكّر في اللي فات وفي اللي جاي وفي اللي وده فلان وده حاقد وده حاسد وفي اللي. لأ، وأنت حاطط الأكل كده في بُقّك، استمتع وعيش اللحظة وحس بطعم النعمة أو الأكل في بُقّك.
يا أخي ده أنت حتى المفروض إن أنت يعني لمّا أنت بتيجي بتعمل أي حاجة خير أنت بتعملها يقول لك أنت بتعملها وأنت باللحظة، حتى وأنت بتصلّي أنت بتبقى عايش اللحظة، أنت بتبقى متصل بربنا، ما بتفكّرش في إيه، في الماضي ولا في المستقبل ولا كده، أنت فقط مع ربنا، أنت عايش الوقت ده فقط. هو إيه لو أنت عملت كده أنا عايز أقول لك مرحبًا بيك في عالم السعادة والجمال والروقان. الفيديو ده يا جماعة أهم فيديو أنا عملته في القناة دي، بجد مش عايزك تاخد الكلام ده إن هو زي الناس اللي بيحطوا معلومات في دماغهم، لأ أنا عايزك تطبّقه من أول دلوقتي، وأنا أضمن لك بإذن الله إن كل حياتك هتتغيّر. صدّقني العيش في اللحظة ده حاجة تانية خالص، أنت لو جرّبتها هتفهم معنى كلامي. خلاياك هرموناتك هتتضبط، هتبقى سعيد أكتر، هتبقى منفتح على الحياة. انتوا عارفين الناس اللي بتحس بالحزن والألم لأن هي دايما حتى التراب قدام عينيها ما هي مش عايشة اللحظة، بتفكر في اللي فات أو اللي في اللي جاي أو في إيه، بتجيب لنفسها ضغوطات نفسية ومشاكل كتيرة. صدقني ربنا عايزك تكون إنسان سعيد ومبسوط، بس انت اللي بتجيب التراب بتحطه هنا بأن انت مش عايز تكون عايش في اللي فات، عايش في اللي فات قصدي أو في اللي جاي، وده بيحجب عنك السعادة والحب اللي هي أصلا والمسرات والنعم اللي هي أصلا حقك الطبيعي في الحياة. أتمنى إن أنت بجد تكون تدرب عقلك على الحتة دي. مش قادر أقولك الفيديو ده مهم قد إيه، حرفيا الفيديو ده اللي بيطبقه هو بينقذ حياته من آلام كتيرة قوي، وبيعيش السعادة والنعيم والبهجة والمسرات على الأرض. درب عقلك على العيش في اللحظة، استمتع بحياتك، استمتع بيومك، بعد ما تخلص من الفيديو ده قوم اتمشى، استمتع بالخروجة، استمتع بان انت بتكلم الناس اللي بتحبهم، استمتع بالاكل بالشرب، استمتع بصلاتك، استمتع بان انت تسمع قرآن جميل، استمتع بان انت تسمع بان انت تمشي في الطبيعة، بان انت تلمس الشجرة الجميلة، بان انت تلمس وردة، كل ده لان انت بتستمتع باللحظة. لكن الناس اللي عليهم الغشاوة أو اللي مش الغشاوة بقى اللي عليهم التراب مش هيفهموا الكلام ده. عشان كده ممكن تلاقي واحد عايش في قصر ويبقى واصل لحاجات كتيرة قوي مش سعيد مش رايق. مرحبا بيك يا صديقي في السعادة والروقان والجمال لو انت طبقت الحلقة دي، أهم حلقة أنا عملتها. بحبك قوي، أتمنى لك من قلبي السعادة والروقان وكل المشاعر الجميلة. استنوني إن شاء الله في إذن الله في حلقات جميلة، متنساش تدرب نفسك على السعادة والروقان وعيش في اللحظة. بحبك قوي. استنونا في حلقات جاية. سلام.